في الفيديو ده هنتكلم عن أنواع الصنفرة وهنصنفر القطعة بعد ما تطلع من القالب، وهنصنفر القطعة بعد ما تنشف خالص اللي هو بعد 3 أو 4 أيام. أول حاجة أنا عندي نوعين من الصنفرة، بيكون في صنفرة خشنة وبيكون في صنفرة ناعمة. الصنفرة الخشنة اللي معايا دي رقمها 220، والصنفرة الناعمة رقمها 800. كل ما بنقل بالرقم الصنفرة بتبقى أخشن، وكل ما بنعلى بالرقم الصنفرة بتبقى أنعم. ومش لازم تجيبوا نفس الأرقام اللي أنا بقول عليها دي، ممكن لو ما لقيتوهاش تجيبوا الأرقام المقاربة ليها. يعني مثلا الصنفرة الناعمة اللي معايا دي 800، وبيكون في منها 1000 وبيكون في منها 1200، فكل ما كانت ناعمة أكتر كانت أحلى. تمام، فلو ما لقيتوش الأرقام اللي أنا قلتها ممكن تجيبوا الأرقام المقاربة ليها، وهي اسمها صنفرة دوكو. ليه بقى احنا بنستخدم الصنفرة؟ احنا بعد ما بنطلع القطعة من القالب ممكن ظهر القطعة كده ساعات بيكون مش متساوي، او الحواف بتاعته حادة، او في بابلز بسيطة مكان الصب ما اتشالتش. فكل ده بقى احنا بنعمله بالصنفرة. فالصنفرة هتساوي لي ظهر القطعة وهتشيل لي اي عيوب. اول حاجة بنعمل ظهر القطعة بالصنفرة الخشنة، وبعد ما اخلص الصنفرة الخشنة لازم بقى اعمل بعدها بالصنفرة الناعمة، علشان واحنا بنعمل القطع بالصنفرة الخشنة بيبقى في بقى مكانها خطوط كده بسيطة، فالخطوط ديت مش هتتشال غير بالصنفرة الناعمة، فيبقى لازم الصنفرة الناعمة آخر حاجة أعمل بيها القطعة علشان تشيل لي أي خطوط أو أي حاجة، وهتخلي ملمس الظهر ناعم جدا. تمام كده. بنجيب بقى المقص وبنقص جزء كده من الصنفرة علشان نستخدمه وهو بيقعد معاكوا وقت، وبعد ما بيبوظ بتقصوا جزء تاني. هنبدأ بقى نجيب القطع بتاعتنا اللي احنا صبيناها مع بعض، ويا دوب احنا لسه مخرجينها من القالب. الخطوة دي انا بحب اعملها عند الحنفية، يعني باخدهم في الحوض واحب بقى اعملهم اشغل الحنفية على مية بسيطة، وامسك القطعة وابدأ اصنفرها تحت الحنفية. بس طبعا عشان التصوير انا معرفتش اعمل الخطوة دي، فانا جبت علبة فيها مية وهبدأ اعمل معاكم نفس الخطوة اللي انا بعملها عند الحنفية. تمام كده. هنبدأ نمسك قطعة قطعة. يعني مثلا أول حاجة الكوستر بتاع المروحة ده، هنجيب الصنفرة الخشنة في الأول وهنبلها مية، وهنبدأ نصنفر بيه الحواف بتاعة الكوستر بالشكل ده والظهر بتاع الكوستر. وطول ما احنا بنعمل بنبل الصنفرة بالمية عادي ومكملين. ما بصنفرش القطعة من الوش بتاعها خالص خالص خالص، أنا ما بجيبش الصنفرة على وش القطعة. القطعة بنصنفر فيها الجزء اللي هو من تحت بس اللي هو ظهرها، لكن وش القطعة نفسه لأ، ما بنصفّروش ولا بنيجي جنبه. ليه؟ لإن إحنا لو إحنا صابين القطعة صح، فإحنا مش هنحتاج إن إحنا نيجي ناحية الوجه الأساسي بتاع القطعة، كل الشغل بتاعنا هيكون على الضهر بس. لكن طبعًا بيبقى في حالات إن إحنا بنصنفر فيها وش القطعة، ده بقى لو القطعة فيها مشاكل وفيها عيوب وعايزين نحلّها فبنبدأ نصنفرها وكده. لكن خطوة الصنفرة ديّة لو أنا صابة عاملة كل حاجة صح، فكده مش هاحتاج غير إن أنا أصنفر ضهر القطعة بس. وبعد ما عملتها بالصنفرة الخشنة كده، هابدأ أمسح القطعة بالمَيّة كده، هاجيب بقى الصنفرة الناعمة وهابدأ أمشّيها على كل الأجزاء اللي أنا صنفرتها. وإحنا بنصنفر كده بنبدأ إن إحنا نبِل القطعة بالمَيّة علشان البودر اللي طلع من الصنفرة ما يلزقش على القطعة تاني وينزل منها. كده خلاص القطعة اتصنفرت وغسلتها بالمَيّة زي ما أنتم شايفين كده. كده لمّا القطعة تنشف هتكون مش محتاجة أي حاجة بقى غير إن هي تتلوِّن، يعني هي كده خلاص إحنا صنفرناها وغسلناها وشِلنا منها البودر اللي طلع، فكده بقت نضيفة جدًا. يا دوب أول ما تنشف بقى بعد كذا يوم هنبدأ نلوِّنها، وهنعمل نفس الخطوات اللي إحنا عملناها برضه في أي قطعة تانية. هنبدأ نصنفر بالصنفرة الخشنة الأول في ضهر القطعة، وأثناء ما إحنا شغالين كده بنبدأ نبِل الصنفرة مَيّة والقطعة بالمَيّة، علشان تسهِّل لي الصنفرة اللي أنا باعملها. وبعد ما خلّصنا الصنفرة الخشنة هنعمل بقى بالصنفرة الناعمة علشان إيه، دي آخر خطوة.
وما ننساش بعد ما نخلّص صنفرة لازم القطعة تتغسل بالمَيّة كده، بحيث البودر اللي طلع منّي وأنا باصنفر ينزل بقى في المَيّة والقطعة تبقى نضيفة ما فيهاش أي حاجة، عشان لمّا تنشف تبقى ناعمة جدًا وما عليهاش أي بودر زيادة. الخطوة بتاعة الصنفرة وأنا باصنفر بالمَيّة دي باعملها في حالة واحدة، إن القطعة تكون لسه خارجة من القالب، ما ينفعش بعد ما القطعة تقعد 3 أو 4 أيام نشفت خالص، جفت خالص، أنا آجي أصنفرها وأعملها بالطريقة بتاعة المَيّة دي، لإن أنا كده بلّيت القطعة، فكده محتاجة إن أنا أستنى 3 أو 4 أيام تاني عشان القطعة تنشف، فالخطوة بتاعة المَيّة دي باعملها والقطعة لسه خارجة من القالب بس. لكن لو أنا عايزة أصنفر بعد ما القطعة تنشف، أنا دلوقتي القطعة عملتها وما صنفرتهاش واستنيت 3 أيام علشان القطعة تنشف وعشان أصنفرها، يبقى أصنفرها بالصنفرة بس من غير أي مَيّة، هنصنفرها عادي وبعد كده هاجيب أي فرشة أو أي فوطة وهابدأ إن أنا أمسح القطعة بتاعتي علشان البودر اللي عليها يُقع منها وتبقى نضيفة، لكن مش هاجيب ناحيتها أي مَيّة خالص، لإن القطعة هتبقى نشفت خلاص وأنا هابدأ شغل فيها، تمام كده؟ فخطوة المَيّة دي والقطعة لسه خارجة من القالب بس. وهنكمّل كده بنفس الطريقة في كل القطع اللي موجودة معانا دي، هنبلّها بالمَيّة وهنبِل الصنفرة بالمَيّة، وهنصنفرها الأول بالصنفرة الخشنة، وبعد ما نخلّص صنفرة خشنة هنبدأ نعملها بالصنفرة الناعمة، ونغسل القطعة بالمَيّة ونسيبها تنشف، ولازم نغسل القطعة زي ما قُلت لكم علشان لمّا تنشف ما يكونش عليها أي زيادة بودر واحتاج إن أنا أصنفرها تاني. طريقة الصنفرة التانية بقى إن القطعة تكون نشفت خالص، يعني هي بعد ما طلّعتها من القالب ما عملتش فيها أي حاجة وسِبتها تنشف 3 أو 4 أيام حسب ما تنشف خالص، وبعد كده جِبتها وهاصنفرها تمام، فلو أنا صنفرتها بعد ما القطعة نشفت خالص ما ينفعش أجيب ناحيتها أي مَيّة زي ما إحنا قُلنا، يا دوب هامسك القطعة والصنفرة بتاعتي وأبدأ أصنفرها بس من غير أي مَيّة. أنا جِبت الكوستر ده هنصنفره مع بعض، هنقص كده جزء من الصنفرة الخشنة وجزء برضه من الصنفرة الناعمة. هنبدأ نعمل بالصنفرة الخشنة الأول كده الضهر بتاع الكوستر كله، وأي زيادة بتقع معايا زي ما انتوا شايفين كده. زي ما قُلت لكم ما ينفعش إن إحنا نجيب على القطعة أي مَيّة، لإن هي القطعة نشفت تمامًا، إحنا بعد ما نصنفر يا دوب هنمسحها ونبدأ نلوّنها، فما ينفعش نجيب عليها أي مَيّة ولا نمسحها بالمَيّة. خطوة المَيّة دي بتكون والقطعة لسه خارجة من القالب بس. وبابدأ أمشّي الصنفرة الخشنة على الحواف بتاعة الكوستر كده، علشان لو في أي جزء حاد يبدأ يتصنفر معايا. كده الضهر بقى تمام معايا، هاجيب بقى الصنفرة الناعمة وهابدأ أمشّيها على ضهر القطعة بالشكل ده. وبس كده بعد ما القطعة تخلص، باجيب بقى منديل وأبدأ أوقّع الزيادة بتاعة البودر كده، وممكن نعملها بفرشة نوقّع بيها الزيادة أو نعملها بفوطة أي حاجة، وهنمسح الزيادة بتاعة البودر كده علشان تبقى نضيفة وأعرف ألوّنها. ودي كده كانت طريقة الصنفرة بعد ما القطعة نشفت تمامًا، اللي هو بعد كذا يوم. كده دول الطريقتين بتوع الصنفرة، اللي هو القطعة بعد ما تطلع من القالب أو بعد ما القطعة تنشف خالص، اعملوا الطريقة اللي تريحكم فيهم، ومش دايمًا هتحتاجوا إن أنتم تصنفروا الصنفرة الخشنة والناعمة، يعني ممكن القطعة ما تبقاش محتاجة غير صنفرة ناعمة بس، مش دايمًا هتحتاجوا إن أنتم تعملوا الاتنين، بس أنا عملت الاتنين علشان أوريكم الخطوات، إن إحنا بنعمل مثلًا لو القطعة محتاجة هنعمل الأول خشنة وبعد كده هنعمل ناعمة، فآخر خطوة لازم تكون هي الصنفرة الناعمة، وبس كده. لو وصلتوا لحد هنا من الفيديو أتمنى تعملوا لايك وشير علشان الفيديو يوصل لناس تانية كتير.